ركزي معايا اللي مستنيه تسمعي كلمه ماما. الحمل مش انك تاكلي الكوكب وتبلعي المجره وراه، ده حمل مش رخصه اكل مفتوح 24 ساعه. انا افتكر مره واحده قالت لي يا كابتن انا باكل ليا واللي في بطني. يا ست البيبي حجمه قد الباميه، مش محتاج تاكلي له كل يوم فرخه وكيلو رز وكيلو كنافه في نفس الوجبه. البيبي محتاج حاجات بسيطه مفيده زي مثلا بيضه كل يوم عشان البروتين، كوبايه لبن عشان الكالسيوم. مش محتاج تروح تجيبي له فطير مشلتت وعسل على الريق كل يومين. وفي نص الليل لو جوعتي سالي نفسك دايما هو انا جعانه ولا زهقانه ولا التلاجه بتندهلي. تيجي نتكلم جد شويه. بص يا ست، التغذيه الصح في الحمل مش رفاهيه، صدقيني ده وقود للي في بطنك. يعني لو بتاكلي نص اكل مصر في وجبه البيبي هيتعب وانت كمان. خلي عندك ميزان، سناك بس يبقى تفاحه مش كنافه. حاجه حلوه مفيش مانع، بس مش شرط تعيد ميلادك وتاكلها لوحدك. ودايما خليكي فاكره انت مش بتربي كرش، انت بتربي بني ادم. فاكرني الله يكرمك عشان انا زهقت. لو عجبك الكلام ابعتيه لاي واحده حامل قربت تاكل الكنبه اللي قاعد عليها، وتابعوني عشان الحلقه الجايه هتكلم عن الرياضه وقت الحمل.